سلام الله عليكم. هذا رئيس ديال شي دولة في شرق آسيا مريح مع واحد الضيف جا عنده في الصيف، سالاو الجلسة، السيكوريتي موصل الضيف لطوموبيلته يمشي في حاله، رجع لقى الرئيس قتلوه واحد الطبقة من الشعب باغيين يشدوا الحكم. وهذا سميتو جاك، ميريكاني جاي في الطيارة هو ومرته وجوج بناته لهاديك الدولة اللي الرئيس ديالها مات. وهما جايين في الطريق بنتو ضحك معاه واحد العميم تا هو ميريكاني وبقى شاد معاه الستون. وصلوا نزلوا من الطياره والعميم خلق معاهم معرفه، واصلا هما مراكنه ولاد بلادو، ولقاهم غادي ينزلوا في لوطيل اللي فيه هو نيت، وقال لهم باش غادي يجي شي صاحبه ولد هاد البلاد غادي يوصلهم. واحد اللحظه وهو يوقف صاحبه بواحد العربه عجيبه، واصلا هاد صاحبه خابره شويه، عايش حياته بحال اللي ممثل في مسرحيه، هزهم يوصلهم غادي وكيساطح فيهم وكيقول لهم هاني. وصلوا نزلوا، وهاد جاك مهندس في شركه الماء والكهرباء، وجاي لهاد البلاد باش غادي يخدم في شي شركه تابعه للميريكان. دايرين الليل استقبال وتصويرته معلقه في الباب. طلع هو ومرته ووليداته يتانستالاو وكيكتشفوا في المكان شعل التلفازه ما لقات حتى اذاعه خدامه. بغى يعيط في التليفون لقى الخط مقطوع، ما فهم والو، هبط يسول في الريسبشن قال لي خونا ما عرفتش علاش مقطوع. دار بان لي العميم زاهي في واحد من الملاهي، مشى عنده ريح معاه بقاو كيتحتوا، وقال لي جاك انا جاي على قبل الخدمه، والعميم قال لي انا غا سياح ديما كنجي لهاد البلاد كتعجبني. سالاو الهضره قال لي غادي نمشي نكمل في واحد البار اخر، ومشى بحال. وجاك رجع لعند بناته ومرته ولقى مرته كاعيه بزاف ما عجبهاش الحال في هاد البلاد، وهو كيصبر فيها كيسحب لهم الحياه في هاد البلاد بحال هكا، وهما ما عارفينش باللي راه واقع انقلاب في البلاد. الصباح جاك خرج يعرف اشطاري، كيتسركل في الزناقي وكيشوف وكيكتشف كتبان ليه الحياه واقفه في السبعينات. دخل عند شي مول الحانوت كيقلب على جورنال يعرف اشطاري، مول الحانوت عطاه جورنال ديال ول البارح، يعني ما فيش اشطاري اليوم والبارح، واصلا مول الحانوت كيبيع هذاك الجورنال غير الكيلو، الموالين لافاج يمسحوا به الدجاج. ولكن جاك ما اكتشف حتى خلصو، حكها وسكت وخرج مكمل الطريق غادي. واحد اللحظه كيبان ليه جيش ديال الشعب جايين قاصدين جيش ديال البوليس، وهو وسطهم. طلقاو عليه شبكات، خونا هرب قاصد لوطيل، وهادوك الجيش ديال الشعب هما اللي دايرين انقلاب على الرئيس. طغاو على البوليس كيهلكوا فيهم، وخونا جاك غادي هربان كيخيط في الزناقي غادي اللوطيل، والروينه نايضه كيبانوا ليه البوليس كيموتوا قدامه. وصل حدا لوطيل لقاهم مجمعين ومخرجين شي ميريكاني خدام معاه في الشركه، قتلوه وهو كيشوف. دار واحد منهم نعت فيه، جاك هرب طلع من واحد الدروج سكور وهما جايين قاصدينه وكيشيروا عليه، وهو هربان دخل على وحدين دايرين اجتماع، خرج غادي لعند مرته حتى كيبانوا ليه الانقلابيين مطوقين لوطيل. مشى يطلع عند مرته وبناته، وصل لعندهم شرح ليهم اش واقع، سول على وحده من بناته حيت ما كايناش، وهي تقول ليه اختها راه مشات لابيسين، والمشكله ان لابيسين كاين لتحت. ومشات جاك يهبط يجيبها باش يعتقها قبل ما يوصلوا ليها الاخرين. هابط في الدروج حتى كيبانوا ليه الاخرين كيفرقعوا في البيبان، قلب الطريق غادي راجع، وهو يتلاقى مع خريطه ديال لوطيل هزها تعاونوا في الطريق ومشى كمل. والام والبنت الفوق سمعوا شي اصوات، طلت الام حتى كتبان لها البارتمان اللي قدامها، فرقعوها ودخلوا لها. ركب فيهم الرعب شويه وهما يبداو يدقوا عليهم. وجاك وصل لعند البنيه لابيسين، شافوا واحد خونا من الاخرين جاي لعنده، وهو هز البنيه وهرب غادي طالع بها، ومرته الفوق محاربه مع الباب ساداه. وجاك جاي في الطريق هاز البنيه في الدروج، خرج ليه واحد خونا من واحد الباب، تلقى ليه العميم وعتقو وقال ليه طلع للسطح، وبقى محارب مع الاخر حتى مات. وجاك وصل لعند مرته وبنته، خرجهم بالزربه يطلعوا للسطح، غاديين هربانين شافهم شي واحد تيرا فيهم، خرجوا للدروج طالعين للسطح. وصلوا للسطح وهما يلقاو بزاف ديال الناس مخبيين، واغلبهم برانيين وشي موظفين في لوطيل، والاخرين مجمعين عليهم لتحت، ويلا غادي يكتشفوا علاش نايض هاد الصداع، حيت شي شركه امريكانيه هي اللي شدات ليهم الماء في البلاد، دارت صفقه مع الرئيس والشعب ما عجبوش الحال. والمشكله هي ان هاد الشركه هي اللي خدام فيها جاك نيت. ومشكله اخرى هي انه معروف في وجهه حيت كانت تصويرته معلقه، يعني خاصهم يديروا شي حل يهربوا ولا ميريكان تدخلوا تعتقهم. واحد اللحظه بانت لهم واحد الهليكوبتر، شافوها قالوا هذه ميريكان جايه تعتقنا، وهما يفرحوا وصدقوا غير انقلابيين بداو كيتيريو فيهم. بنادم هو يتفرتك، وجاك وهو يخبي مرته وبناته، وخوتنا قتلوا فيهم تقريبا الاغلبيه، ونجا اللي نجا ومات اللي مات. وجاك ومرته ووليداته هربوا لواحد المبنى اخر ملاصق معاهم، وخاصهم ينقزوا من مبنى لمبنى باش يقدروا يفلتوا، وما كاينش شي حل اخر. قال لمرته باش تنقز وغادي يلوح ليها البنيات ويتبعهم هو. المراه ما قدراتش، وهو بقى كيشجع فيها باش تنقز حيت هو الحل اللي كاين. طلعت المراه باش غادا تنقز ولكن ما قدراتش،
حتى كتقرب وكتراجع، والاخرين طلعوا للسطح وجايين ليهم. الام واحد اللحظه زعما تلاحت، وجاك هز البنيه الصغيره سهاها بالهضره واحد اللحظه وهو يلوحها، ولكن ما لاحهاش بالجهد. من زهرها البنيه وصلات عند امها، والاخرين قربوا ليهم، عاود هز البنيه الاخرى كانت غطيح ليه من يدو، دلات وهو بقى شادها وعاود هزها ولاحها حتى هي لامها. بقى غير هو والاخرين صافي ما بقى ليهم والو ويوصلوا عنده، وهو ينقز حتى هو لعندهم ووصل. وواحد الخدام في لوطيل كان معاهم قتلوه الاخرين. خوتنا وهما يتبعوه ووراوه تصويرته زعما راك معروف، وبقاو كيتيريو فيهم وهما مخبين. وواحد اللحظه وهما يدلاو دخلوا من واحد البالكون وبقاو مخبين وكيصبر في بناته. شويه دخل على شي بيرو فيه الخدامه، خوتنا قصفوا البيرو، تخباو هو ومرته وبناته. طلعوا لهم خوتنا هبطوا هذوك اللي بقاو حيين، وجاك ومرته وبناته مخبين. وصل الليل وهما باقين مخبين، لقاو واحد الخريطه بقاو كيقلبوا فيها على السفاره ديال الميريكان. واحد اللحظه طلع لهم شي واحد كيتسلت وهو يحكموا جاك وخنقوه مات باش ما يفرشهمش. خونا طلع ما ماتش، جاك وهو يضطر انه يضربوا للراس باش يقتلوا، ولبس ليه حوايجو ولبس بناته ومرته تامه لباس بحال ديالهم، وهبطوا يهربوا للسفاره ديال الميريكان. وركب مراته وبناته في الموطور وسلتو غاديين، وكيبان لهم بنادم ميت في الطريق، وكيدوزوا من حدا الانقلابيين وما كيديو وما كيجيبوا، والروينه نايضه في البلاد وهما غاديين سالتين. وصلوا للسفاره، طلعت جاك ينقز يشوف اشطاري، بانت ليه مرونه الدنيا، وبنادم طايح ميت في الارض. شويه وهو يتلاقى مع واحد الجوقه ديال الانقلابيين خارجين، وهو يتخبى وهي تبومباردا السفاره حرقوها. جاك وهو يرجع مدردك لعند بناته ومرته، هزهم وهربوا عاوتاني غادي مدردكين. واحد اللحظه دخلوا على واحد الشيباني للجرده ديال الدار وطلبوه يسترهم. الشيباني حن عليهم وخباهم. وواحد اللحظه جاو الثوار كيقلبوا عليهم، سولوا الشيباني ما بغاش يعطيهم راس الخيط. واحد فيهم حط السلاح ومشاو يقلبوا عليهم. جاك عرفهم غادي يلقاوهم، مشى شفر لهم السلاح اللي حط خونا باش يتحارب معاهم، ولكن ما كاينش كيفاش يدير ليه. خونا كيشوف. وواحد اللحظه المراه خبات البنيات ومشات تعاون راجلها، شدوها وبقاو كيضربوا فيها. جات جاك كيتسلت وهو يحيد لواحد فيهم السلاح، بغى يتيري فيهم وهو يلقاه خاوي. بغاو يشدوه، بقى مضارب معاهم، تحكموه وبداو كيقطعوا لمراته في حوايجها، باغيين يتعداو عليها قدامه. واحد اللحظه وهو يبان العميم، قال لهم نعطيكم الفلوس وطلقوهم. شدوه حتى هو، تبتهم وهو يتيري فيهم كاملين، ولكن تزقل ليه واحد هرب. والعميم وهو يقول لهم يلا نهربوا دغيا قبل ما خونا يمشي يجيب صحابه ويجي. وداهم لواحد الدار تجمعوا فيها يتخباو وديبانا لهم ما ياكلوا. وواحد اللحظه العميم عزل جاك وقال لي كاينه طريقه وحده باش تقدروا تنجاو، وهي تهربوا تدخلوا لفيتنام من الحدود عن طريق واحد الواد، وهذا الواد قريب من هذه البلاصه، حيت العميم طلع خدام في المخابرات الامريكيه هما اللي مصيفطين. وشرح ليه سبب هذا الصداع، وهو ان امريكا كتجي للدول الفقيره وكتعرض عليهم خدمات كريدي اللي اصلا امريكا عارفه ان هاد الدول ما غتقدرش على المصاريف، وبهذه الطريقه كيوليو يتحكموا في الدوله حيت مربوطه بالكريديات. والمسؤولين ماشي سوقهم، حيت خداو الرشوه في الصفقه نهار تدارت. وهذا الشيء كيوقع في شحال من بلاد. ما علينا، بالليل ناعسين باش الصباح يشدوا الطريق، عاوتاني هجموا عليهم الثوار. ناض جاك جمع بناته ومرته غاديين هربانين ومعاهم العميم. وواحد اللحظه العميم جات فيه قرطاسه، طاح، رجع عنده جاك يهزو، قال لي غا سير مع بناتك ومرتك. شويه بانوا لهم الثوار جايين قاصدينهم. جاك وهو يمشي لعند عائلته، والعميم بقى بوحدو تلقى الكاميو باش يحبسوا على جاك وبناته باش يهربوا، ومات وتقلب الكاميو. وجاك وعائلته كملوا الطريق للواد باش يقطعوا لفيتنام. تلاقاو مع واحد الشيباني عنده فلوكه، عطاه المكانه والصباط وطلبوه يخلي لهم الفلوكه. يلا كيتفاهم معاه. وقفوا خوتنا كيقلبوا عليهم. جاك خبى بناته وبقى محارب معاهم. شويه البنيه ما صبراتش، لباها كياكل في العصا، خرجات لعندو، شافوها شدوها حتى هي وداروا لها فردي في يديها تقتل باها ولا يقتلوها. الاب كيقول لها غا قتليني باش يطلقوها، والبنيه مسكينه ما قادراش تضرب. واحد اللحظه وهي تجي مرته من اللور وعتقاتهم، وقدروا يكملوا طريقهم في الفلوكه داخلين لفيتنام. بغاو يحبسوهم العسكر ديال فيتنام، شرحوا ليهم وطلبوا المساعده، وفي نفس الوقت وصلوا لهم الثوار باش يقتلوهم، ولكن لقاوهم دخلوا للحدود ديال فيتنام، دونك ما يقدروش يتيريو، غادي يوليو في حرب مع فيتنام. وقدر جاك يوصل لفيتنام هو ومرته وبنته، وقدر ينجا من الكارثه اللي واقعه في البلاد. واغلب التصرفات الخبيثه اللي داروا ولاد هاد البلاد في الفيلم، زعما كثره القتل والتعدي، هادشي غا زادوا المخرج الامريكاني من عنده باش يوصل لينا ان امريكان كتحارب الشر، ولكن الحقيقه ان الحكومه الامريكيه هي منبع الشر اللي كيدور في الكره الارضيه كامله بقياده ابليس تحت اسم الكونغرس. وهنا غادي تكون سالات القصه ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي. لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناه على اليوتيوب ومتابعه الصفحات على الفيسبوك والانستغرام. وكيف العاده الا عجبك البلان علاش لا شي جام وكومونتير نشوفوا.